السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا أحمد أونلاين. طبعا غيرنا الاسم لأحمد أونلاين. الليلة موضوعنا على إنه كيف ترسل الصورة أو المقطع الصوتي مرة واحدة. كيف يعني أنا مثلا رسلت لك صورة، أنت مجرد ما فتحت الصورة هتشوفها مرة واحدة، ومجرد ما مرقت منها الصورة هتتمسح، ما هتظهر لك. حتى أنت كان عارف الحاجة دي، حاولت تعمل سكرين شوت أو إنك تسجل ريكورد للشاشة، برضو ما هيظهر معك. يعني في كل الأحوال إنه ما حتظهر معاك الصورة أو المقطع الصوتي مرة واحدة فقط. تقدر تشوف الصورة أو تسمع المقطع الصوتي، بعد ذاك يتحذف منك نهائيا تاني. تابعوا معانا الشرح عشان تستفيدوا، وما تنسوا يا جماعة الاشتراك يا أخ، الناس بتحضر ساعة ما بتعمل اشتراك. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وودونا اللايك، تمام، عشان الفيديوهات تتنشر وكده يعني. فيلا نبدأ الشرح. طيب، أول حاجة فتش التطبيق بتاع الواتساب. نفتح التطبيق، نحاول نرسل الرسالة، ندوس علامة الدبوس التحت، اختار المعرض، تمام، نفتح الكاميرا. طيب نختار الصورة اللي على يدنا اليمين تحت، هو دي. يلا ندوس علامة الواحد اللي على يدنا الشمال التحت دي، ندوس موافق. رسائل العرض لمرة واحدة أصبحت أكثر خصوصية، ندوس موافق، ندوس إرسال. كده معناه إنه الصورة الزول التاني هيشوفها مرة واحدة، ما هيقدر يعمل سكرين شوت، ما هيقدر يعمل تسجيل بتاع شاشة. طيب تمام، كده الصورة مشت. تبديل الحسابات. طيب نفتح الرقم التاني. طبعا وريتكم كيف تعملوا رقمين واتساب في الواتساب الرسمي. ده في الشرح اللي فات، خشوا الفيديو اللي قباله. يلا ندوس تبديل بين الحسابات. طيب يهودي الصورة وصلتنا، يلا نحاول نفتحها. طيب خشينا نحمل الصورة. طيب الصورة اتحملت معانا. هذه الرسالة للعرض مرة واحدة. هسي فتحناها، طبعا ما حتظهر معانا لأنه نحن مشغلين تسجيل الشاشة، عشان كده ما حتظهر معانا نهائي. يهودي لا، زي ما لاحظت إن الصورة ما في أي حاجة بتظهر منها. آه نحاول نرسل مقطع صوتي ل برضو إنه يستمع مرة واحدة. ندوس علامة المايك ونرفعها لفوق، ندوس علامة الواحد. شايفين الواحد على يدك الشمال ده؟ بتدوسه. يلا مجرد ما رسلت الرسالة الصوتية كده برضو مرة واحدة هتستمع، تاني هتتحذف، ما بتقدر ترسلها أكتر من مرة. هو الزول ما بيقدر يسمع الرسالة أو المقطع الصوتي لأكتر رسالة صوتية. دوس موافق. طبعا كده هي مفترض تستمع معانا، لكن ما هتستمع معانا لأنه نحن عاملين تسجيل للشاشة. فمجرد ما نحن عاملين تسجيل للشاشة ما في حاجة هتتسجل. وبس دي الطريقة، تاني الزول ما بيقدر يفتحها ولا يقدر يحفظ المقطع الصوتي أو الصورة. وبكده شرحنا انتهى في حلقة الليلة، إنه كيف ترسل الصورة والزول التاني يشوفها مرة واحدة، هو يسمع التسجيل لمرة واحدة. ف كده ده شرح مختصر، وإن شاء الله نفيدكم تاني في شروحات. فما تنسونا باللايك والاشتراك. اللايك أهم حاجة يا جماعة، تمام. ويلا سلام عليكم.